السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طبق النهاردة لذيذ جدا زي ما انتم شايفين، وسريع جدا ومش بياخد مننا اي وقت ومميز. لو انتي بقى مستعجلة لسه مطبختيش محتارة تعملي ايه على الغداء او لجوع اخر الليل، هنعمل مع بعض شوية كبدة متشوحين مع شوية مكرونة في صوص الدقة. ايوه زي ما سمعتوا كده، صوص الدقة مش صوص الطماطم. هنعمل مع بعض صوص الدقة النهاردة للباستا او المكرونة، وان شاء الله لما تجربوه هتستبدلوه وهتستغنوا عن صوص الطماطم النهائي. عايزة اقول لكم طبق سهل ما بياخدش مننا اي وقت، وفوق كده ان هو مميز وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوا الاكلة دي او الوصفة دي وتعجبكم، وقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات، ويلا بينا. في طاسة على النار حطيت فيها زيت زيتون، ولو مش عندك زيت زيتون تقدري تستبدليه بزيت نباتي. وهحط فيه كبدة متقطعة شرايح، وعليهم فصين من الثوم وكزبرة خضرة مفرومة، والبهارات بتاعتي او التوابل المعتادة للكبدة، الكزبرة الناشفة والكمون وشوية ملح. وهقلب الميكس الخطير ده كده مع بعضه على النار لحد ما الكبدة بتاعتي تستوي. وحسب بقى ما انت تسويها، يعني في ناس ما بتحبهاش مستوية قوي، في ناس بتسويها قوي. آه طريقة السوا دي يعني ترجع لكم انتوا. طبعا الكبدة اللي انا استعملتها كبدة بقري، عشان انا بحب الكبدة البقري، ما بحبش الكبدة الضاني. اي نوع كبدة بقى انت حابة تستعمليه في الاكلة دي، كبدة ضاني كبدة بقري او الموجودة عندك في البيت او المتاحة تقدري تستعمليها. كده الكبدة بتاعتي استوت، رفعتها على جنب، شلتها في طبق على جنب. والبهاريز بقى اللي نزلت في الطاسة دي طبعا انا مش هستغنى عنها، هنسوي فيها صوص الدقة. بالنسبة لصوص الدقة تعالوا نشوف هو ايه. عبارة عن فلفل احمر زي ما احنا شايفين كده، وحزمة من الكزبرة الخضراء، واخدة منها العيدان، واخدة يعني مستغنية عن العيدان. وهحط عليها فصوص توم وعصير ليمون، وهحط شوية خل، وكمان هحط عليهم بقى ايه شوية زيت زيتون. تمام. والبهارات بقى اللي احنا هنحطها علشان نتبل بيها صوص الدقة، شوية زعتر، شوية فلفل، شوية ملح، شوية اوريجانو او ريحان مجفف. لو عندك اوريجانو حطي اوريجانو، ونضربها في الخلاط زي ما احنا شايفين. طلع معانا صوص الدقة ولونه احمر وكل حاجة. نحطه بقى في الطاسة على البهاريز اللي نزلت من الكبدة دي، ونسخنه كده، يعني هو هيسخن معانا او يغلي كده غلوتين، وتحسوا ان هو بدأ ان هو يتقل شوية. كده بقى جاهز معانا صوص الدقة. هننزل فيه الطماطم، هننزل فيه سوري المكرونة او الباستا بتاعتنا. تمام. ونقلب بقى علشان نخلط المكرونة دي. انا استعملت مكرونة بنة او مكرونة قلم. وهقلب بقى كويس في صوص الدقة علشان اخلط كويس الصوص بالمكرونة. عايزة اقول لكم ريحته حلوة قوي، يعني هو تحفة، يعني بصراحة احلى من صوص الطماطم. بس طبعا آه يعني جربوا كده صوص الدقة وان شاء الله يعجبكم، وهتقولوا ان هو احلى. حطيت بقى كده الكبدة على وش المكرونة. اكلة سهلة خالص والله، وما خدت اي وقت، والمكونات بتاعتها بسيطة مش كتيرة. وطبعا طعم بقى مش عايزة اقول لكم رائع. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم. ان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا، لان الصوص ده رهيب جدا وطعمه في الاكل كده تحفة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو انتم لسه مش مشتركين، وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. أكلة سهلة وبسيطة وما خدتش مننا أي وقت، تقدروا تعملوها في أي وقت، في الغدا، في العشاء، لو جوع متأخر. أشوفكم على خير، مع السلامة.